مرحبا متابعيني، إن شاء الله تكونون بألف خير أينما كنتم. وصفاتي الثلاثة اليوم مبتكرة ومختلفة وبمكونات طبيعية جدا ومن غير إضافة سكر. طريقة تقديمها عصرية جدا صحية وشهية بنفس الوقت، شغلها ممتع وغير متعب. إن شاء الله تعجبكم الوصفات وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول شي نحضره نصف كوب جوز أو عين الجمل، نصف كوب فستق حلبي غير مملح، نفرمه بالماكينة أو ممكن تقطعوه بالسكين إذا حبيتوا. حاولوا تفرموه بحجم متوسط وما يكون ناعم. أنزله بالكاسة وبعدها أحتاج 3 أكواب تمر، أي تمر متوفر عندكم. طبعا استخدمت الكوب القياسي حتى تكون القياسات مضبوطة 100% عندكم. أقطع التمر نصفين وبعدها أدخله الميكروويف لمدة دقيقتين تقريبا، يطرى بهذا الشكل وبعدها أنزله فوق المكسرات. بعدها أضيف نصف ملعقة طعام زيت نباتي، نصف ملعقة طعام هيل مطحون، ربع ملعقة طعام حبة حلوة. نضيف شوية زيت بإيدينا ونخلط المكونات لحد أن تصبح عجينة متماسكة وطرية، تكون بهذا الشكل. طبعا إضافة المكسرات ذوق شخصي، إذا حبيتوا تغيرون يكون على رغبتكم. نغلف لوحة تقطيع بنايلون تغليف الطعام ونضيف نصف ملعقة طعام زيت نباتي وندهنه بهذا الشكل. أفتح العجينة بالأول وبعدها أضيف نايلون تغليف الطعام فوقها حتى من أستخدم الشوبك ما يتلزق عندي. أفتحها بهذا الشكل وحاولوا أنه ما تكون لا سميكة ولا رقيقة عندكم. أعدل الأطراف وبعدها أحتاج قطاعات. أنا راح أستخدم هذه القطاعة حجم وسط، ممكن تستخدمون أي حجم أنتوا تحبوه. نقطعها بهذا الشكل وبعدها نزيل الأطراف، ممكن تستخدمون أي شكل متوفر عندكم. بعدها نستخدم العجينة ونستخدم نفس الخطوات اللي اتبعناها قبل، وهذا هو شكلها، لا رقيق ولا سميك. للتزيين عندي فستق حلبي مطحون وراح أزينه بهذا الشكل. طبعا التزيين ذوق شخصي. الطريقة الثانية هي الطريقة التقليدية والطريقة المتعارف عليها. نبرم العجينة بهذا الشكل وبعدها نقطعها إلى قطع صغيرة متساوية، نكورها بهذا الشكل وبعدها أزينها بالفستق الحلبي. وهذه هي تكون الطريقة التقليدية والكل يعرفها. نكمل باقي العجينة ونكورها وبعدها نزينها بهذا الشكل. الوصفة الثانية نحتاج نصف كوب غازو، نصف كوب لب حب أو لب بزر، نفرمه بالماكينة أو إذا حبيتوا تقطعوه بالسكين يكون على رغبتكم. حاولوا أنه تفرموه بحجم متوسط وما يكون ناعم. ننزله بالكاسة. أحتاج كوبين ونصف كوب مشمش مجفف أو الطرشانة، أقطعها إلى نصفين بهذا الشكل، بعدها أدخلها الميكروويف لمدة دقيقتين تقريبا. ننزلها بالكاسة فوق المكسرات. بعدها أحتاج ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون، ملعقة طعام سيروب البانكيك، طبعا ممكن تستخدمون قطر إذا متوفر عندكم. أدهن إيدي بزيت النباتي، بعدها أبدي أخلط المكونات لحد أن تصبح عجينة متماسكة. ديروا بالكم من تعجنون لأنه الطرشانة هنا تكون جدا حارة. نكرر نفس الخطوات السابقة. نضيف نايلون تغليف الطعام وبعدها نحتاج نصف ملعقة طعام زيت نباتي، أدهن بيه النايلون وبعدها أفتح العجينة بهذا الشكل وأربط
وأرجع أضيف نصف ملعقة طعام زيت نباتي فوق العجينة، وأضيف نايلون تغليف الطعام فوقها وأفتحها بهذا الشكل. أعدل الأطراف، وحاولوا أنه ما تكون لا سميكة ولا رقيقة عندكم. وبعدها أحتاج قطاعات، أنا راح أستخدم هذه القطاعة حجم وسط، ممكن تستخدمون أي حجم أنتوا تحبوه. نقطعها بهذا الشكل، وبعدها نزيل الأطراف، ممكن تستخدمون أي شكل متوفر عندكم. ما تتخيلون طعمها شلون طيب. وهذا هو شكلها وهذه السماكة مالتها. للتزيين أحتاج تقريبا ملعقتين طعام سيروب أو قطر، راح أستخدم نفس المكسرات اللي استخدمتها بالخليط. نغمس الأطراف بالسيروب وبعدها أزينها بهذا الشكل، وهذا هو شكلها النهائي. ممكن تستخدمون أي فواكه مجففة أو أي مكسرات يكون على رغبتكم. الوصفة الثالثة نحتاج نصف كوب لوز حلو بالإضافة إلى نصف كوب فستق حلبي غير مملح. نفرمه بالماكينة أو إذا تقدرون قطعوه بالسكين. حاولوا تفرموها بحجم متوسط حتى ما يكون ناعم عندكم. تكون بهذا الشكل. ننزلها بالكاسة، وبعدها نحتاج كوبين توت بري أحمر. أضيف فوقها ملعقة طعام دبس التمر، بالإضافة إلى ربع ملعقة صغيرة هيل. أدخل الميكروويف لمدة دقيقتين تقريبا، بعدها أنزلها فوق المكسرات وأخلطهم مع بعض، ونخلط المكونات لحد أن تصبح عجينة متماسكة وطرية. تكون بهذا الشكل. طبعا إضافة المكسرات ذوق شخصي، إذا حبيتوا تغيرون يكون على رغبتكم. نكرر نفس الخطوات السابقة، نضيف نايلون تغليف الطعام، وبعدها نحتاج نصف ملعقة طعام زيت نباتي حتى من أستخدم الشوبك ما يتلزق عندي. أفتحها بهذا الشكل، وحاولوا أنه ما تكون لا سميكة ولا رقيقة عندكم. أعدل الأطراف، وبعدها أحتاج قطاعات، أنا راح أستخدم هذه القطاعة حجم وسط، ممكن تستخدمون أي حجم أنتوا تحبوه. نقطعها بهذا الشكل، وبعدها نزيل الأطراف، ممكن تستخدمون أي شكل متوفر عندكم. ما تتخيلون طعمها شلون طيب. وهذا هو شكلها وهذه السماكة مالتها. للتزيين أحتاج ملعقتين طعام دبس التمر بالإضافة إلى ملعقتين طعام جوز هند مبروش. أضيف القليل من الدبس بوسط النجمة، بعدها أضيف قليل من جوز الهند. أرتبها بهذا الشكل، وهذا هو شكلها النهائي. ممكن تستخدمون أي فواكه مجففة بالإضافة إلى أي نوع مكسرات إذا حبيتوا. وهذا هو التقديم النهائي، وهذه هي وصفاتي الثلاثة اليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي. أتمنى إنكم تجربوهم وتكتبوا لي رأيكم بيهم، لأنه رأيكم جدا مهم بالنسبة إلي. كل المكونات والمقادير مكتوبة أسفل الفيديو بصندوق الوصف. إذا عجبتكم وصفاتي لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يوصل لكم كل فيديو جديد أنزله. كانت معكم أم يوسف من قناة تيستي يامي.